امبارح بالليل كلمني واحد صاحبي، قال لي انا عايز احكي لك حاجة مهمة جدا حصلت في حياتي، اول مرة احكيها لاي حد في حياتي. قلت له قول. سكت شوية وبعدين قال انا كنت بنام جعان، مش مرة واحدة، لا ده كتير، مرة واثنين وثلاثة وعشرة. كنت ارجع من الشغل وانا صغير وهدومي متقطعة وبروح المدرسة الصبح بضحك. كنت بشيل كراتين لغاية ما كتفي يورم وانا عندي 11 سنة، واشتغل في الشمس والناس تضحك عليا، بس انا ما كنتش شايل كراتين، كنت شايل حلم. فانا بغض النظر عن هو بيقول ايه قلت له حلم ايه. الاول كنت حاسبه انه هو هيقول اي كلام. قال لي حلمي اني اكون صاحب حاجة في يوم من الايام، حلمي ان اسمي يكون له قيمة، وحلم ان امي تبصلي وتقولي بكل ثقة فخورة بيك. وبعدين صوته اتكسر وسكت. قال لي امي ماتت وانا ما كنتش جاهز وما لحقتش حتى افرحها. كنت بشتغل شغلانات كتير وبات في الشارع اوقات، اشتغلت نجار وسواق وعملت كل حاجة في الدنيا، بس ما كنتش حاطط في دماغي ابدا. كنت حاطط قرار اني مش هموت زي ما اتولدت، لازم اتغير. من الفضول بتاعي قلت له طب بعدين؟ قال لي اتوجعت واتكسرت بس ما وقعتش، خسرت بس ما استسلمتش. كل يوم كنت بقول لسه في حاجة ان شاء الله مستنياني واكيد ربنا كاتبها لي. النهاردة بكل فخر انا عندي شركة وعندي اسم وعندي كرامة، وانا عملت ده بايدي، محدش سندني ولا حد صرف عليا ولا اداني مليم. والله وانا بسمعه يعني كنت حاطط ايدي على قلبي كده وعينيا خلاص بترغرغ، مش بس من الحزن، لا كمان من الفخر اني عندي صاحب راجل كان ممكن ينكسر 1000 مرة بس قرر يقوم من وسط الركام. دنيا حطت عليه مرة واثنين وثلاثة وعشرة، شبهي زي حالاتي، بس فاق ورجع للدنيا. كل لما يقع يقوم. قلت له انا فخور بيك، مش عشان وصلت لا ولا عندك شركات لا خالص، عشان كل ما تقع تقف لوحدك. عشان كده انا حكيت لكم القصة دي والحكاية دي، لان يمكن في حد يسمعني دلوقتي وحاسس ان الدنيا مقفولة معاه. بس اسمعني، تفقدش الامل، لان اللي حكالي القصة ده بيقول لي انا في يوم من الايام ما كنتش لاقي اكل. صاحبي ده دلوقتي بقى نجم ومشهور وعنده شركات، شركة واثنين وثلاثة. ربنا كاتب لك حاجة بس انت اسعى انه بكرة يبقى عندك، بكرة يبقى معاك. ما توقفش حلمك عند نقطة معينة، مهما اتكسرت ومهما اتخذلت قوم وقف، انت قدها وقدود وهتقدر ان شاء الله. ربنا هيكرمك وربنا كاتب لك خير قدام، بس انت اسعى له. ربنا دايما ما بيجيبش شر. صاحبي ده انا فخور بيه جدا دلوقتي، لانه قصته فيها شبه من قصتي كده. انا الحمد لله ابويا كان موجود معايا وفي حياتي، هو ما كانش ابوه معاه. الحمد لله والدتي كانت موجودة معايا في حياتي واهلي، هو لا ما كانش في حد معاه. وقع واتكسر وقام، وقع واتكسر وقام، وقع واتكسر وقام. حاليا اقسم بالله كفو وشركة واثنين وثلاثة وشهرة. تخيل هو بيتصل بيا وبيقول لي انا الحاجة دي كانت مكبوتة على صدري، كنت عايز احكيها لاي حد. لما حكاها لي قلت لازم احكيها لكم، عشان اي حد دلوقتي مكسور ربنا هيجبرك وهيجبر بخاطرك. اي حد دلوقتي مزنوق الدنيا هتتعدل معاك وتبقى احسن. مفيش بص لا محالة، ما لا محالة، لا بص بيقولك دوام الحال من المحال. اسمع تاني، دوام الحال من المحال. ان انت تفضل جعان، ان انت تفضل مكسور، ان انت تفضل عليك ديون، ان انت تفضل عليك اي حاجة، ربنا لوحده عالم باللي انت فيه. ربنا هيقف معاك، ربنا هينصرك في يوم من الايام. تخيل بس انت حط ربنا قدامك واجتهد واسعى وهتوصل وهتبقى زيه واحسن، وهبقى فخور بيك برضه. اسمع الكلمتين دول وحطهم حلقة في ودنك، حطهم في دماغك وامشي كده في الدنيا. ولما تنجح واتصل عليا قول لي كلمتينك اثروا فيا. ربنا ييسر لكم الخير، وكل حد عرفه وما عرفوش وكل حد يشوف الفيديو ده
ان شاء الله ربنا هيكون معاك وهيقف معاك وهتكون احسن حد في الدنيا. اشوفكم على خير ان شاء الله، ويا رب كلكم تحققوا اللي نفسكم فيه. واللي مكسور او مضغوط في الوقت الحالي احمد ربنا وقوم واسع واجري، عشان قدام في خير كبير قوي ليك. ربنا ما بيسيبش حد.